يلا السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بما انه الموسم حاليا بلش الانتاج، انه داخل المحميات او خارج المحميات، يعني بالبر بدت الطيور البرية يعني تنتج حاليا، او بيها مبيضة او بيها لافة عيش. كل المحافظات حاليا بيها طيور لافة عيش وبيها مبيضة. بدأت تنزل الافراخ تدريجيا، يعني بدأ الموسم تو بدايته، يعني بصورة قليلة بعده. واذا كانت عندك نية انه الموسم تجيب افراخ، لازم تتخذ هاي الامور، انه حتى الطيور عندك تبقى عايشة وصحة ونظافة. اول خطوة لازم تاخذها انه تجيب الافراخ بعمر يعني يسهل عليك انه تربيهن، وسهول عليهن انه يعيشن. العمر المناسب حتى تشتري الافراخ لازم يكون من عمر فوق 12 يوم الى 15 الى 20 يوم، حتى الطيور عندك شوية تقاوم اكثر، والطيور تبدي تعتمد على نفسها بصورة اسرع، عكس ما تجيبها بعمر 7 ايام و 8 ايام او اقل من هذا العمر. وبصعوبة راح يعيش الطير، مو مثل يحصل تغذية من امهاته، مو مثل انت تغذيه. الغذاء، بالنسبة للغذاء، الغذاء المناسب للطيور هو السريلاك او القبابي او الجراد او الحشرات. هذا الغذاء المناسب الممتاز إلهن. اما اكو بيهم يقدمون الفواكه، فالفواكه شي غلط تقدم لهن للبلبل، يعني يسبب له اسهال، يسبب له ضعف، وهو طير صغير يعني يحتاج الغذاء يكون ببروتينات عالية، خاصة لطيور الحشرات. وبالنسبة هو البلبل اصلا من الطيور اللي اكلت الحشرات، يعني ياكل الفواكه اذا كان محتاجها هو، يعني بس هو حاليا يعني ياكل طيور الحشرات. يعني نلاحظ انه دائما بالبرية الام والاب ما يوكلون افراخهم غير بس الحشرات. نلاحظ من دائما انه يوكلون جراد، يوكلون اللود، او اي شيء يخص لهم ياكلهم، او الفراش. هذا تغذية الاب والام لافراخهم. حتى نلاحظ انه بالبرية يكبرون اسرع منه اذا تجيهم يمك وتوكلهم يعني فواكه، راح يبقون طيور ضعاف. بالنسبة للسريلاك، السريلاك اكو هواي نوعيات بالسوق موجودة حاليا، اذا سريلاك حشرات او سريلاك الفواكه، هذا جدا مناسب. انصح بالسريلاك يعني كنوعية ممتازة، انه بتجيب شركات معروفة، اذا كان بلجيكي او كان اسباني. وافضل نوعية هو سريلاك الحشرات، حتى الطيور ياخذ مناعته. هذا مثل ما جاي يشوفون قدامكم، هذا جاي معتمد على سريلاك الحشرات، يعني من كان صغير سحبنا صغير، وهسه حاليا جاي نوكل بيه، يعني كله معتمدين على سريلاك الحشرات. إن التغذية أهم شيء، إنه حتى الطير عندك يطلع طير ممتاز وطير خشن وتعتمد عليه. هاي بالنسبة للتغذية. أما المكان لازم يكون دافي، ما بي أي مروحة أو بنكة. أهم شيء تبعده عن المكيف أو السبلت أو أي مكان بارد، إنه تخلي مكان دافي. ابعده عن مكان المطبخ، لأن هذا يسبب له تسمم، راح يكون بيه دخان، بهواي أشياء دهون. خلي بغرفة معزولة، لا بيها بنكة لا بيها مبردة، أي تهوية كود ما بيها. ودائما التشميس هو شي مهم للبلبل، حتى كل يوم يومين الشمس فد ربع ساعة نص ساعة طلع الشمس حتى تضربه، راح يغير من هذا الشمس، يخلي الصبغة مالته أحلى وأضبط، وبالإضافة إنه ياخذ من عنده طاقة وفيتامينات. الشمس كلش عامل مهم للطير. هاي بالنسبة للشمس. والنسبة يعني للبكان، لازم يكون بكان دافي، ما بي أي مروحة أو بكان تبريد، لأن مجرد ما يضرب التبريد هذا الطير راح ثاني يوم يموت، لأن عدو التبريد الطير البلبل. والأفراخ إنه يعني بسرعة يعني شوية ياخذن برد، عكس الكبار مثل يتحملن وهذه. فلازم تكون مجهز أمورك حتى تبدي تربي البلابل. إذا ربيت واحد أو اثنين أو ثلاثة ما يهم، لازم كل هاي الأمور أنت يكون متفق عليها ومجهزها للطير. أما بالنسبة لسؤال الأخوة اللي يقولون يعني كلش قد نوكل البلبل، يعني هو الطير يحتاج غذاء 24 ساعة، يعني أمه وأبوه ينقلونه يعني غذاء على مدار الساعة، على مدار 12 ساعة من الصبح لليل. فأنت هم حاول وياه، يعني كل نص ساعة، كل ربع ساعة، كل نص ساعة كحد أقصى، يعني
هذا الطير يعني يجوع بسرعة، ما عنده حوصلة يعني حتى يخزن الأكل. مجرد إن أنت تنطيه الأكل راح يهضمه وراح يرجع يذبه مرة ثانية يستفاد من عنده، خاصة بالنسبة للأفراخ. فأنت حاول وياك ربع ساعة كل نص ساعة لازم توكله يعني، أو كل 10 دقائق يعني حتى هم يعني يكون أضبط. لازم يكون عندك وقت إله يعني، أو عندك واحد يعني يبدي يزغله. هاي بالنسبة لتوكيل الأفراخ، نسبة الوقت حتى تقدر تحصل لك بلبل زين. كل ما تنطي أكل يعني بسرعة كل ما تحصل لك بلبل نشيط، كل ما تحصل لك بلبل خشن يعني. هذا الطير رقيق يعني ما يقدر يتحمل نص يوم أو يوم كامل بدون أكل. تحياتي لكم، شكرا للمشاهدة، إن شاء الله استفاديتم من هذا المقطع.